المكان ده جاذبيته عالية جدا لدرجة إن هو بيجذب الضوء نفسه. تخيل إن في مكان في الكون الدقيقة فيه بسنوات على كوكب الأرض. المكان ده معظمنا يعرفه، وهو الثقب الأسود. الثقب الأسود هو منطقة في الزمكان، يعني الأبعاد الثلاثة للمكان والزمن، جاذبيتها قوية جدا بحيث إن أي شيء حتى الضوء نفسه ما بيعرفش يفلت منها. ده حتى احنا ما نعرفش نشوف الضوء ده، بس بنعرف نكتشفه عن طريق تأثيره على النجوم والغازات اللي حواليه. العلماء بيقولوا إن المادة اللي بتسقط في الثقب الأسود ممكن تعمل قرص يسخن ويدي أشد الأجسام بريقا في الكون كله. في بداية القرن التمنتاشر العالمين جون ميشيل وبيير سيمون لابليس تنبؤوا بأجسام ضخمة جدا الضوء ما بيقدرش يهرب منها، ولكن ما قدروش يسموها بشكل دقيق. هما بس قالوا إن في أجسام ضخمة جدا في الكون الضوء ما بيعرفش يهرب منها وبينجذب ناحيتها. وفي عام 1916 العالم كارل شوانشزيلد عالم الفيزياء والفلك الألماني عمل على حل النسبية العامة، ووصف أول ثقب أسود رياضيا. يعني هو اللي حط أول وصف رياضي للثقب الأسود في التاريخ. والعالم ده قال كمان إن أي جسم كروي كبير جدا لو ضغط إلى حجم صغير جدا جدا ده بيتسبب في حدوث انحناء شديد جدا في الزمكان، مما يؤدي إلى زيادة في الجاذبية وكثافة المنطقة دي بشكل كبير. وفي أواخر الستينات تحديدا عام 1967 تم اكتشاف النجوم النابضة على إيد طالبة دراسات عليا اسمها جوسلين بيل ومستشارها أنتوني هيوش في مرصد مولارد شيلد لعلم الفلك الراديوي بالقرب من كامبريدج. والاكتشاف ده حصل عن طريق إن هم كانوا بيواجهوا كل ليلة خلال ساعات العمل بتاعتهم مصدر إشارة لاسلكية بتيجي من الفضاء. والمشكلة إن الإشارات دي كل ليلة بتيجي ومن نفس المكان اللي بتيجي منه في نفس الوقت. وهما كانوا فاكرين في البداية إن هما أصبحوا على اتصال مع كائنات فضائية لأول مرة. والنجوم النابضة دي بتتكون نتيجة انهيار النجوم الضخمة في الكون. والثقوب السوداء عزيزي نفس الكلام، بتتكون نتيجة انهيار النجوم الضخمة في نهاية حياتها. بعدها ممكن تكبر عن طريق امتصاص النجوم الكبيرة أو الاندماج مع ثقوب سوداء تانية، والنتيجة بتكون ثقوب سوداء هائلة بكتلة تعادل ملايين الشموس، موجودة في مراكز معظم المجرات زي الثقب الأسود الهائل في مركز درب التبانة، واللي بتقدر كتلته بحوالي 4.3 مليون مرة كتلة الشمس. حسب النسبية العامة فإن انت كل ما قربت للثقب الأسود كل ما الزمن عندك بيبطأ بالنسبة للعالم الخارجي، بمعنى إن الدقيقة عند الثقب الأسود بتساوي سنوات كتير جدا على الأرض. ده اللي بيفتح الباب نظريا للسفر للمستقبل. نظريا يعني بالورقة والقلم، مش حقيقي، لأن الموضوع ده ما تمش تجربته عمليا بالفعل. الثقوب السوداء المستقرة لها 3 خصائص: الكتلة، الشحنة، والزخم الزاوي. في حين إن أي جسم بيخش الثقب الأسود معلوماته وخصائصه بتفقد تماما، لأن الثقب الأسود زي ما قلنا إن هو بيجذب الأجسام نحوه، وأيا كان الجسم اللي تم جذبه بيتم التعامل معه بمبدأ ماسونية المعلومات الخاصة بميكانيكا الكم، بحيث إن مفيش أي معلومات ولا خصائص ليه بتظهر للناس اللي بره الثقب الأسود. يعني الحاجة اللي بتخش بيتم قطع خبرها نهائي. وفي النهاية لما بتنحل الثقوب السوداء وتختفي كل اللي كان جواها اللي هي امتصته طول المدة اللي هي كانت عايشة فيها بيزول هو كمان معاه. والنظرية دي شكلت مفارقة في ميكانيكا الكم وقوانين النسبية العامة. حسب هوكينج
إن الثقب الأسود بيصدر إشعاع خفيف جدا عند درجات حرارة منخفضة جدا، جزء من مليار جزء من الكلفن الواحد. في عام 2016 كان أول اكتشاف مباشر لموجات الجاذبية من اندماج ثقبين أسودين. وفي عام 2019 كانت أخيرا معانا أول صورة لثقب أسود هائل في مجرة موسيه 87 بواسطة تلسكوب أفق الحدث. الثقوب السوداء هي مش مجرد فراغ، هي بوابة لأسرار الزمكان وتحدي فهمنا للكون. فخليني أسألك سؤال، لو قدامك الفرصة إن أنت تسافر بالزمن، هتروح للماضي ولا المستقبل؟ اكتب رأيك في التعليقات وشارك الفيديو مع أصحابك عشان نكتشف أسرار الكون سوا. ومتنساش اللايك والاشتراك عشان نوصل القناة لأكبر عدد من الناس. وأشوفكم على خير، والسلام.